النهارده ان شاء الله هنجرب المنيو كامل تقريبا من دومي سويت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع رشيد. صلوا على النبي وادعوا لاخواتنا في ارض العزه وارض الرباط وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان، وادعوا للعباد وجميع المسلمين برحمه المغفره. زي ما قلت النهارده ان شاء الله هنجرب المنيو كامل تقريبا من جروب دومي سويتس على الفيسبوك. انا داخل الجروب من فتره كبيره، بسم الله ما شاء الله الصور اللي بتطلع على الجروب عندهم شكلها حلو قوي وجميل ويشهي، وعايز اجربهم بقالي فتره، وفي حاجات كمان اول مره اجربها ان شاء الله هجربها النهارده معاكم. فقلت يلا بينا. زي ما انتم شايفين المنيو والاسعار قدامكم، اخترت من كل منيو حاجه. جبت بيتزتين، واحده فور سيزون بتبقى مجمعه 4 حاجات، وجبت بيتزا نص تشيكن رانش ونص تشيكن باربيكيو عشان كده اكون غطيت البيتزات كلها، وجبت 4 دوناتس مشكل، وجبت طبق ميني سينابون صوصات 10 قطع، و2 وافل شوكولاته بالكراميل، والتاني اللي تحت شوكولاته بيضه مش مع لوتس، تقريبا شوكولاته بيضه مع لوتس. ونجرب اول حاجه الوافل عشان المفروض الوافل يتاكل اول ما يتعمل اصلا، وبصراحه انا كده بحبه طري، لكن عشان تبقى التجربه مظبوطه فلازم نحاول في الاول كده وهو مقرمش. بسم الله ما شاء الله بصراحه يعني عاجبني الباكج خالص. بسم الله ما شاء الله شكل الحاجات ما يختلفش عن الصور اللي بتظهر في الجروب. بسم الله ما شاء الله شكلها حلو وجميل قوي ويشهي، عشان بحب الشوكولاته البيضاء فهخلي البيضاء الاخر. جايبين شويه وسكاكين، لا ثواني انا اتلخبطت، الشوكولاته البيضاء هي اللي بالكراميل والشوكولاته البني هي اللي باللوتس. فهنجرب اول حاجه الوافل الشوكولاته البني باللوتس. شكل الوافل من قريب بسم الله ما شاء الله شكله تحفه وجميل. نقطع بقى كده نقول بسم الله. هي طريت بس طبيعي يعني، انا قلت كده بحبها طريه، وعلى ما جيت بقى من السكه وكده نقطع كده نقول بسم الله. يعني انا بصراحه ما بعرفش اتعامل بالشوكه والسكينه. يلا بقى شكل كده الوافل من قريب شكلها حلو وجميل، وريحتها حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. بسم الله. طعم اللوتس مظبوط، وطعم السكر في اللوتس حلو مش تقيل ويجزع، وطعم الشوكولاته حلو وجميل. بسم الله وناخد حته كمان. ما اعرفش انا بقطعه بالشوكه والسكينه ازاي، لكن هنحاول نجتهد. بسم الله ما شاء الله الوافل زي ما انتم شايفين كده غرقان صوص من كل حته. بصراحه اول مره اجيب الوافل ويعجبني. نغمس دي بقى كده في الصوصات كده. بسم الله. طعمها حلو، طعم الشوكولاته هادي. اول مره اكل شوكولاته طعمها هادي وحلو كده. يعني الواحد دايما لما بيجي ياكل شوكولاته معظم الوقت بتلاقي الشوكولاته سكرها تقيل كده ويخليك تجزع. انا بصراحه عجبتني اول وافل بسم الله ما شاء الله. اظن بقى لو هي لسه طالعه من هناك كده وكلتها وهي مرمشه هتبقى خطيره. خش بعد كده بقى على الوافل بالشوكولاته البيضاء والكراميل. طبعا اللي عارفني عارف ان انا بحب الشوكولاته البيضاء وبحب الكراميل، ان شاء الله باذن الله تطلع حلوه. شكلها من قريب كده بسم الله ما شاء الله خطير خطير. نقطع بقى كده حته من اللي فيها كراميل كتير دي. بسم الله. بسم الله ما شاء الله شكل الكراميل عليها حلو وجميل، وريحتها برده حلوه وجميله. بسم الله. برضه نفس الكلام بصراحه ظابطين السكر قوي، احييهم بصراحه على ظبطه السكر. طعم الشوكولاته البيضاء حلو قوي وجميل، وطعم الكراميل برده حلو. اول مره اتمزج من الوافل بصراحه. نغمسها كده برده في الصوصات من تحت. بسم الله. ممتازه. الشوكولاته البيضاء طعمها يجنن. انا قلت لهم الوافل عمري ما جبته من بره ولقيته مظبوط وحلو، قالوا لي جربه من عندنا وهيعجبك فعلا. اللي من طنطا وبيحب الوافل وعايز ياكل وافل فعلا حلو يجيب من هناك هيعجبه ان شاء الله. بصراحه الوافل طلع خطير. نخش بعد كده بقى على البيتزا، وزي ما قلت انا جايب 2 بيتزا، واحده فور سيزون وواحده نص تشيكن رانش ونص باربيكيو. الله البيتزا بتنطق، البيتزا بتنطق. دي الفور سيزون شايفين الجمال ده بصراحه خطيره خطيره، ريحتها حلوه قوي. اول ما فتحتها وريحتها طلعت. والبيتزا الثانيه بسم الله ما شاء الله البيتزا شكلها بينطق لوحده كده بسم الله ما شاء الله. دي اللي هي بقى نص تشيكن رانش ونص باربيكيو. شايفين الجمال؟ جرب اول حاجه بقى اللي هي الفور سيزون. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله حجمها حلو وجميل. دي بقى بيكون فيها مشكل جبن وسجق وسوسيس وسلام كده. بسم الله. شكل الشريحه السجق. طبعا زي ما انتم عارفين انا بجيب الطبق عشان نسخن البيتزا، عشان البيتزا لازم تتاكل سخنه، فانا عشان ندي التجربه حقها وادي البيتزا حقها بسخنها. فاحنا خدنا مثلث من السجق، ناخد المثلث ده اصغر شويه عشان ما ناكلش كتير ونحط ده. تعال انت خليك انت هنا. وناخد بقى قطعه من اللي هي السوسيس. اظن ان دي هي السوسيس او السلامي. دي السوسيس او السلامي يعني زي ما هيبان، ومرحتهم يبقوا شبه بعض. وناخد قطعه برده من هنا كده، دي اكيد برده اللي هي سوسيس او سلامي. سلامي بلغهم سلامي وتحياتي. ما تكملش كلام، ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. دي السلامي اهي زي ما انتم شايفين، قطعه السلامي دول كده حته لوحدها. بسم الله. دي السلامي، يبقى دي السوسيس تمام كده. وناخد بقى قطعه بشكل جبن، ناخد الصغننه برده كده بسم الله ما شاء الله عليها طبقه جبنه محترمه. وشايف برده انا هنا من الجنب عجينه البيتزا مش تخينه حلوه. نجيب برده معانا بالمره البيتزا اللي نص تشيكن رانش ونص باربيكيو، نسخنهم معاهم بالمره ونجربهم مع بعض. بسم الله ما شاء الله عاجبني بصراحه شكل البيتزا خطير بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ناخد قطعه كده تشيكن رانش بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه. ناخد معاها برده كمان مثلث من الباربيكيو بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه. طن بقى كده مع بعض. ناخد البيتزا بقى نسخنها وبعدين نجربها. وسخنا البيتزا وجينا بسم الله ما شاء الله. اول ما سخنتها الريحه بقى بدات تطلع، ريحه الجبن بقى والحاجات اللي جوه. نقول بسم الله. نجرب اول حاجه كده الجبنه، شكلها حلو وجميل قوي بسم الله ما شاء الله ويشهي. بسم الله. طعمها حلو قوي وجميل، وفي تحت الجبن كده زي ما انتم شايفين في كاتشب. بصراحه طعم الجبن خطير. عجينه البيتزا نفسها بسم الله ما شاء الله عجباني. نجرب بعد كده بقى بيتزا السجق. ادي دي بيتزا السجق اهي. ندوق كده حته السجق الاول لوحدها. بسم الله. طعم حرش كده شويه، انا بحب السجق الحرش، ما بحبش السجق اللي هو بيبقى لحمه بس. طعمه حلو وجميل، وعجينه البيتزا كمان مره خطيره.
انا عايز اقول لكم ان البيتزا بتدوب في البق دوبان، والله ما بهزر. السوسيس ده دي شكل كده مثلث البيتزا السلامي، ناخد كده قطعه سلامي، تحياتي وسلامي. ما تكملش كلام. طعمه حلو، انا اول مره اجرب السلامي بصراحه، طعمه رايح للسجق شويه بس مش سجق، بس طعمه حلو. اللي يعرف ايه هو السلامي يكتب لي تحت في الكومنتات. نجرب بعد كده بقى السلامي، زي ما انتم شايفين كده شكل السوسيس، بسم الله ما شاء الله، قطع سوسيس قطع كبيره وحلوه، بسم الله. حلو برضو، ما فيهوش غلطه، بسم الله ما شاء الله، طعمه خطير. وتحس كده ان البيتزا مش مالحه قوي، يعني ساعات كده كتير بجيب البيتزا بحس انها مالحه بزياده عن اللزوم، مظبوطه حتى في الملح. نجرب بعد كده بقى اللي هي تشيكن رانش، عليها صوص الرانش من فوق، فيها قطع الفراخ تحت الجبنه، دوبها كده بسم الله. طعم صوص الرانش برضو حلو، وبرضو قوام البيتزا حلو. طعم الفراخ حلو برضو، تعتبر متوازنه حلوه. واخر حاجه معانا في البيتزا تشيكن باربيكيو، عليها صوص الباربيكيو من فوق زي ما انتم شايفين كده، لو كان بسم الله. الله ينور، حلوه، وصوص الباربيكيو برضو طعمه حلو، وطعم الفراخ فيها برضو حلو وجميل مش وحش. بصراحه الله ينور، البيتزات كلها طعمها حلو، بس عجبني اكتر بيتزات اللحوم. انا مش من النوع اللي بيحب البيتزات اللحوم من بره، بس اول مره بصراحه تعجبني بيتزا اللحوم. بيتزا السجق كانت حلوه، والسوسيس والسلامي كانوا حلوين، انصحكم بالثلاث انواع دول. وندخل بعد كده بقى على الدوناتس، زي ما انتم شايفين جايب 4 دوناتس مشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح كده الطبق ونشوف ايه اللي جوه. بسم الله، زي ما انتم شايفين كده 4 قطع دوناتس، بسم الله ما شاء الله، حجمهم حلو وريحتهم حلوه، شكلهم جميل. اظن دي شوكولاته بيضاء وفراوله، ودي شوكولاته بيضاء بالتوت، ودي شوكولاته بني بشوكولاته بيضاء، ودي بصوص اللوتس. بسم الله، نجرب اول حاجه الشوكولاته البني. شكل الدوناتيه كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، عجينه هشه وطريه وحلوه. بسم الله، طعمها حلو وجميل. عجينه الدوناتس من جوه اهي شاربه شويه من صوص التوت اللي نازل تحت، دي شكلها مليانه صوص توت دي، بس طعمها حلو وجميل. العجينه بتاعتها هشه قوي وجميله وحلوه وطعمها حلو. نجرب بعد كده بقى اللي هي صوص اللوتس. بسم الله، العجينه بتاعتها هشه وطريه وحلوه، صوص لوتس عليها شوكولاته بيضاء من فوق. بسم الله، صوص اللوتس خطير، وبرده السكر بتاعه مظبوط قوي، بسم الله ما شاء الله. عجبتني احلى من الشوكولاته. نجرب بقى الشوكولاته البيضاء بالفراوله من جوه برده كده صوص فراوله. نقول بسم الله ونجرب بقى الشوكولاته البيضاء. حلو قوي، طعم الشوكولاته البيضاء خطير. نوع الشوكولاته البيضاء اللي مستخدمينها نوع حلو قوي وجميل، وبرده نفس الكلام السكر بتاعه مظبوط ما يجزعش. الغواصه، نخش بقى على اخر واحده، واللي بصراحه حاسس انها تعجبني اكتر واحده، شوكولاته بيضاء بالتوت، عليها صوص توت كده من جوه، وواقع منها شويه صوص توت هنا كتير. بسم الله. طعمها حلو قوي وجميل، الشوكولاته البيضاء بتاعتهم جميله قوي بصراحه. الدوناتس طلعت خطيره وحلوه، ما كنتش اتوقع ابدا انها تعجبني كده، بسم الله ما شاء الله، طعمها حلو. نخش بعد كده بقى على اخر حاجه معانا في حلقه النهارده، الميني سينابون صوصات. دي اكتر حاجه متحمس لها في حلقه النهارده، عشان انا بصراحه اول مره اجرب السينابون، فما اعرفش بيكون معمول ازاي، ولا العجينه بتاعته بتكون عامله ازاي، فانا هقول لكم هي عامله ازاي بالظبط، وانتوا بقى تحكموا. زي ما انتم شايفين كده 3 انواع صوصات، شوكولاته بني وشوكولاته بيضاء ولوتس الشوكولاته البيضاء وشوكولاته بيضاء وكرامي. بصراحه شكل الطبق حلو وجميل، وشكله كده يشهي برده، بسم الله ما شاء الله. نجرب بقى واحده كده من كل حته، بسم الله كده. ده عجينه بتبقى ملفوفه. طب نقطع حته كده وندوق. بسم الله، عجينه ملفوفه وعليها كميه صوص حلوه. بسم الله. فيها قرفه، فيها قرمشه كده من جوه، وفيها طعم قرفه جميل، يعني طعم القرفه اللي فيها هادي. انا ما بحبش القرفه، الحمد لله ان طعم القرفه اللي فيها طلع هادي. ما اعرفش بقى هل هو السينابون بيكون فيه قرفه ولا ما يكونش فيه قرفه. شكلها كده من جوه في حاجات هنا كده فيها اللي هي طعم كده قرمشه، مش عارف بصراحه ايه الحاجات دي، بس طعمها حلو عجبتني. اظن ان السينامون فعلا بيكون فيه قرفه، مش متاكد من المعلومه. نجرب بقى واحده ثانيه من اللي هي باللوتس، نحاول كده نطلعها على بعضها كده، نشوف هتطلع مع بعض كلها ولا لا، نشوف شكلها كده بيكون عامل ازاي. بسم الله، طلعت. هي بتبقى عجينه ملفوفه، وبيكون فيه من جوه، بيكون فيه جواها قرفه من هنا. بسم الله، عجبتني بصراحه، طعمها حلو، واحساس القرفه كده بيخليها حاجه مختلفه عن الدوناتس، ومديها طعم حلو وجميل. الله ينور. نخش بقى على اخر واحده، السينابون بالشوكولاته البيضاء والكراميل. عايز اطلع واحده على بعضها كده. طلعت اهي الحمد لله. زي ما انتم شايفين كده شكلها ميني سينابونايه صغنونه، بشوفهم انا على النت بيبقى سينابون كبير، بس ده ميني سينابون، هو اسمه ميني سينابون. فان شاء الله باذن الله في مره ثانيه نبقى نجرب السينابون الكبير من عندهم، ونشوفه كده بيختلف ايه عن السينابون الصغير. بسم الله. نفس الكلام اللي قلته من اول حلقه، الشوكولاته البيضاء طعمها هادي، والسكر ما بيجزعش، وطعم الكراميل برده حلو وجميل. طعم حلو وعجبني اكتر من الدوناتس برضه كانت حلوه، بس السينابون عجبني اكتر، يعني لمسه القرفه مديها له طعم حلو، واتفاجئت بيها بصراحه. القرفه مخليها مختلف ومخليها حاجه كده مميزه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم. احلى حاجه عجبتني في حلقه النهارده في البيتزات، اللحوم عجبتني قوي، السجق والسوسيس والسلامي كان طعمهم حلو وجميل، والدوناتس كانت حلوه، بس السينابون كانت احلى من الدوناتس. واحلى حاجه بقى عجبتني في حلقه النهارده خالص الوافل، بصراحه اول مره اجيب وافل يعجبني ويديني طعم حلو كده. فاكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه هي الحاجات اللي جبتوها قبل كده من دون سويتس وعجبتكم وبقيتوا بتجيبوها تاني،
تاني وقول لي اكتر حاجه عجبتك في حلقه النهارده. ولو وصلت لغايه هنا فانت الصوره وحابب اديلك هديه جميله، وهديه النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه من حديث شداد بن اوس رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قال اي النبي صلى الله عليه وسلم ومن قالها من النهار موقنا بها ثم مات قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه، ومن قالها من الليل وهو موقن بها ثم مات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اعظم وافضل صيغه للاستغفار واللي ربنا عز وجل بيحبها وبيكون فيها اجر كبير وقبول عظيم عند الله عز وجل، فما نحرمش نفسنا من الدعاء الجميل ده ونحافظ عليه دايما كل يوم في اذكار الصباح والمساء. ودي كانت هديه النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش تشتركوا في صفحات القناه على مواقع السوشيال ميديا، هتلاقوا لينكات صفحات القناه على مواقع السوشيال ميديا موجوده تحت صندوق الوصف، اشتركوا فيها ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. ولو الحلقه عجبتكم شروها في كل مكان. سوشيال لو خدنا في ارض العزه ارض الرباط وفي سوريا وفي السودان في كل مكان والعباد جميع المسلمين برحمه ومغفره. صلوا على النبي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله حاجه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صل على محمد 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 صل على محمد.